رؤيان، رأيت إني في مكان كله أبيض بأبيض ما يعرف أرضه من سماه، ورأيت إن إحنا مجموعة من الناس كل واحد قاعد يمشي بروحه، لكن كلنا نمشي باتجاه واحد، هو اتجاه بقعة من العشب موجودة على بعد منا، وكنا نمشي مشية واحدة كأننا مسيرين اتجاهها. ومشيتنا مشية الرمل مالت السعي، فينا سرعة، حتى أنا شكيت أن الأرض تميل حق هذه البقعة العشبية. وكانت بقعة العشب فيها نفس الثغور أو الفتحات اللي في الأرض اللي تصير في لعبة الجولف، كذي معينة محددة، أظن أقل من 10 فتحات. المهم إن إحنا كنا قاعد نمشي كل واحد يعني اتجاه هذه البقعة، وأنا بنص الدرب يا واحد كنت أدرس عنده قبل 3 سنوات، آخر عهدي فيه قبل 3 سنوات، أنا ما أعرفه حاليا يعني ما أتواصل معه. يا ولزق على جانبي الأيسر، يعني خلى جسمه من جانبي الأيسر يلزق فيه، وحط إيده سندها على كتفي الأيمن، وأنا تضايقت إنه ليش هو كذي لازق فيني. فمرت عن يميني واحدة من الناس اللي قاعد يمشون، فشافتني، شافت الريال حاط إيده علي ولازق فيني، فصرخت بين الناس. هذه ممثلة مشهورة عندنا بالكويت اسمها حياة الفهد، هي شافتني كانت تصرخ، كانت تقول وخروا عنها، هذا يعني قاعد يتحرش فيها فوخروا عنها. فكل الناس انكبوا على هذا الريال وفصلوا عني، ويت أختي وخذت بيدي وتحرص إنها تبي توصلني من غير لا يحوشني هذا الريال، وتبعونا 4 من أصحابه عشان يعني يتجسسون علي ويعلمونه بعدين، لأن الناس تكالبوا عليه. فيو قاعد يتبعوني لين أنا وصلت للعشب، ولا شفت الوضع أن أنا كأن في نفسي أعلم أن هذه الفتحة أو هذه الثغرة من الثغرات هي مكتوبة لي، أنا لازم أوقف عليها. والتفت ورأيت في ثغرات، وكأن الناس كلها تعلم أن هذه ثغرات لناس معينين، فالبقية الجمهور كلهم واقفين بس كذي يطالعونا، وأنا أول واحدة جيت ووقفت على الثغرة والتفت عليهم وقعدت أطالع اجتماع الناس حول هذه البقعة العشبية، وانتهى المنام يا شيخ. أنت عزبة؟ نعم. كنتي على رقية ولا ما كنتي؟ أكثر من 10 سنين يعني قاعد أرقي، دائما أرى تجديد الأسحار كذي من زمان. أنت من الكويت؟ نعم. لحظة. هذا اللي شفتيه بالمنام صار لك فترة ما شفتيها ولا تعرفين عنه شيء أصلا؟ إيه 3 سنين. ولا صار في موقف أصلا قبل أيام الدراسة؟ ما صار في موقف بينكم؟ موقف منه هو؟ أنا كنت أدرس عنده يعني كان هو المسؤول عني، يعني أنا طيب. مع مجموعة بنات شوف يعني. أي المنام هذا إنه أنت تمشون بأرض بيضاء أو أرض يعني سماها وأرضها زي بعض، تتجهون تدل على حياة أنت شفتي المنام؟ بشري يكون قريب يا رب. قبل أسبوع. أي لأنه دائما المنامات القريبة تبشر بخير، يعني إذا كانت في مثل هذا الحال أفرح فيها أنا. هذا يدل على بشارة خير بإذن الله سبحانه وتعالى، بأنه راح تنتهي المشكلة اللي أنت فيها، البياض ولا العشب اللي شفتيه، وأنه الناس تجمعوا ووخروا هذا الشخص عنك. هذا يدل على، ما أعرف تقدرين تقولين اسمه ولا ما تقدرين تقولين اسمه؟ هو اسمه مبارك. ما شاء الله تبارك الرحمن، عسى الله يبارك لك. بس هو يعني كنت أدرس، كان هو يعني معتقده يعني كان في تصوف. لا خلاص. اي انا قلت صار موقف قلتي لي بعدين الان قلتي هذا يدل على موقف كان موجود، والموقف هذا واضح انه كان في موقف صار بينكم قديما. والتصوف هذا غير محبب ومنبوذ، نعم، ولا يجوز اصلا التصوف، انما احنا وسط. المنام الان الزبده البياض اللي شفتيه، العشب، هذا الرجل واسمه مبارك، هذا يدل على البركه، حياه الفهد، حياه جديده. الفهد دائما، الفهد في المنام يشير لشيء من الحيوانات المفترسه المعروفه، والقوه كذلك، لكن ناخذ الاسم الاول حياه. هذه بركه وحياه قادمه باذن الله سبحانه وتعالى. بياض، انتهاء مشكله انت فيها، التوجه هذا. بعدين فيه فتحه قلت ان هذه تخصني انا، انه انا اطلع منها او اروح من عندها.
هذا المنام يا دلال مبشر بزوال كل شيء مريتي فيه باذن المولى سبحانه وتعالى. باقي عليك تتحصنين وتتوكلين على الله سبحانه وتعالى، ولا تكثرين يعني الرقيه، لانه انت بخير ان شاء الله ولا جيت العافيه. جزاك الله خير، دام بشرك يا شيخ ما قصرت. شكرا. امين. لا تكثرين جيمات، لا تكثرين جيمات. ان شاء الله. والله يحبكم والله يحبكم للجيمات. الكويت مره يمر عليها. حياك الله. بالعافيه عليكم. حياك. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو محمد. يا هلا والله. انا عندي منامين كلها ما تاخذ منك 10 ثواني. قلهم مع بعضهم يلا. مرحبا. حلو. قبل امس بعد صلاه الظهر قيلت، قاعد اسمع وانا نايم، قاعد اسمع الاذان وقاعد اردد وراه، وبعد ما طبعا بعد ما تردد بعد الاذان تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام اللهم صل وسلم. وتدعي له بالمقام بالمحمود. حلو. هذا الاول. الثاني قبلها تقريبا بيوم او يومين برضو وانا نايم بعد صلاه الظهر، كنت اني قاعد احلم اني قاعد اقول الشهادتين الاخيره اللي في الصلاه بس. كم عمرك يا ابو محمد؟ 26. ما شاء الله عليك. كيف صلاتك وعبادتك وقرآنك وأمورك هذه؟ كيف أمورك؟ اللهم لك الحمد. واضح. الله يثبتنا على طاعته. نعم الحمد لله. عسى الله يثبتك ويزيدك يقين ويزيدك علم. هذا علم تنتفع فيه وتنفع الآخرين، ويدل على تمسكك وتعلقك بالله سبحانه وتعالى. واسأل الله العظيم أن تكون محمي ومكفي ومحاط بذكر الله سبحانه وتعالى حتى تلقاه يا رب بإذن الله. نعم هذا ثبات. اسأل الله يثبتك. اللهم امين. الله يسعدك يا شيخ. انا صراحه امس فسرت عن شيخ قال لي على المنام الاول اللي قلت لك، قال لي ان هذا امر بامر الله وشيء يعني دعوه، تقريبا زي الدعوه اللي تستجاب وبتصير. عد علي المنام الاول اللي هو قلت لك انه لا اله الا الله، اني كنت اردد ورا الاذان وانا نايم. اي ودعيت لرسولنا الكريم وبالمقام المحمود وصليت عليه. خلاص هذا نعم، هذا يدل على، قلت لك يدل على يقين وعلى على توكل على الله سبحانه وتعالى، وانك محاط بامر الله سبحانه وتعالى. هذا يدل كذلك على انه اسال الله ان تكون دعوه لك خصيت فيها نفسك وملح عليها. اسال الله ان تستجاب. الزواج يا شيخ. قبل الحلال لا تستعجل. الزواج يا شيخ. الله يعافيك. اسال الله يبارك لك، يتحقق باذن الله سبحانه وتعالى. اسال الله يطيب خاطرك، عسى الله يرزقك بنت الحلال اللي تصونك. الله يعافيك يا شيخ. شكرا لك ما قصرت. مرحبا مرحبا يا ابو محمد. السلام عليكم. لحظه يا عبد الله، بعد شموخ خلني ودي اطلع شيء مصدري لكم. مرحبا يا شموخ. عليكم السلام. امانه يا شيخ، امانه ما تنزلني لين